اشتغلت في شركة المقاولات 4 شهور، كانوا أجمل 4 شهور في حياتي المهنية كلها. أول ما رحت الشركة في راجل كبير شيخ كان تخطى 80 سنة، كفيف البصر بسبب السن، السمع تقيل جدا. الراجل ربنا يرحمه كان عنده زهايمر. أول شغلانة خدتها، الراجل ده كان قاعد على كرسي، هو ما بيعملش حاجة، محطوط في جيبه MP3 متوصل بسماعات كبيرة، السماعات دي شغالة قرآن. أول شغلانة خدتها قالوا لي لو فصل القرآن من عند الشيخ تشغله له تاني، قلت لهم ماشي. فأنا شغلني الشيخ جدا يعني بصراحة. المكان كان حلو جدا، يعني الناس بتشتغل وكل حاجة. أذن الظهر الناس تروح، كله يروح يتوضى، يفرشوا المصلية ويصلي. أنا طبعا أروح أصلي معاه. يأذن العصر نفس الكلام، يأذن المغرب نفس الكلام. اللي كان بيدير الشركة كان اللي هو الحاج محمد. الحاج محمد هو أكبر مني ب4 سنين، ولكن كان شايفني أنا زي ابنه، معرفش ليه، لأن هو متجوز بدري خالص وعياله ما شاء الله كبار، متحمل المسؤولية من بدري خالص، فهو حاسس نفسه كبير، وهو بصراحة كبير يعني، قيمة ومقامة يعني. أكتر حاجة عجبتني في الحاج محمد، ودي اللي تخليك أنت تحبه، وكل ما تشوف الخير في إيده تتمنى له الخير خيرين و3 و10، إنه كان بار بوالده جدا 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 بشكل يعني يخليك حابب تكون في المكان. الحاج محمد والله العظيم كان مطيع لوالده اللي عنده زهايمر وتخطى 80 بشكل عجيب. يعني كان اي حاجة يقدم عليها كان يشيل السماعة بتاعت ابوه، يقول له يا بابا انا هعمل كذا، فابوه ربنا يرحمه يقول له اعمل يا محمد، اعمل ربنا يوفقك يا ولدي. فكان يعني حاجة جميلة جدا. حاج محمد حجزت له في 2014 رحلة لتركيا، والله العظيم قال لي شوف الرحلة ميعادها ايه بالظبط، لكن ضروري جدا ارجع قبل يوم الجمعة. فبقول له ليه؟ قال لي علشان ابويا بيروح يصلي الجمعة ودي حاجة بتفرحه، ابوه عنده زهايمر وقعيد يعني، فلازم ارجع له. وبالفعل لما حجزت له الرحلة كان اخرها الخميس عشان يرجع الجمعة ياخد ابوه علشان يروحوا يصلوا ظهر الجمعة. وابوه راجل عنده زهايمر، ما يفتكرش الجمعة من السبت ولا اي حاجة، لكن هو كان مطيع وكان حريص على بر والده. افتكر في مرة كان مسافر رايح القاهرة شغل، والله العظيم وصل القاهرة بالظبط، اتصل بيا قال لي احمد انا لسه واصل القاهرة، لسه يا دوب داخل البوابة. والله ابوه هو كان قايل لابوه ان هو مسافر، يا بابا انا مسافر القاهرة، قال له روح يا ابني ربنا يوفقك. بعد لحظات ابوه نسي ان ابنه مسافر القاهرة، ففضل يقول فين محمد، اندهولي محمد، اندهولي محمد. نقول له محمد مسافر، يقول لي يجي دلوقتي. فانا اتصلت بالحاج محمد قلت له يا حاج محمد الشيخ عاوزك. فرحت فاتح له الميكروفون، بيقول له يا بابا انا في القاهرة لسه رايح، عاوزني ضروري. قال له اه يا محمد تعالى على طول. والله يا محمد يا سعد، والله ربنا يسعدك ويزيدك فوق الخير خيرين. رجع مخصوص في نفس الوقت، ما كملش 3 ساعات وكان في الشركة. فالجو ده كان عاجبني خالص. طاعة الحاج محمد سعد لأبوه كانت هي اللي محبباني في الشغل جدا جدا جدا، يعني أنا ما شفتش زي ده، وكان ده حاجة بسطاني بصراحة. فاشتغلت معاهم 4 شهور، وبالليل شوف قصة كروت الميموري والوصلة وبتاع. وفي يوم من الأيام كنت بوصل لزبون جديد ومليان تراب وشغلانتي زي الزفت. فواحد اتصل بيا قال لي يا احمد انا من طرف فلان وعايزك في شغل. فقلت له والله انا جنب البيت. قال لي خلاص انا هجي. جالي الراجل بعربيه قال لي عايز احكي معاك في شغل، انت سافرت الصين قبل كده؟ قلت له انا سافرت. قال لي طب انا عايز اعمل اوردر وعايزك انت اللي تنفذه. قلت له ما فيش مشاكل. بالبهدله بتاعه الاسلاك والنت وكده رحت رايح معاه، رحنا كافيتيريا قعدنا نتكلم. كان هو شغال في الحاجات بتاعه تجهيز المحلات، الخشب والشوك والكوابيل والحاجات دي. قال لي يا احمد احنا عايزين الشغل ده وكده.
تقدر تجيبه من الصين؟ قلت له اه. قال لي انت هتسافر امتى؟ قلت له ده انا قريب ان شاء الله مسافر وكده، بس ما كانش في خطه للسفر خالص.